السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية العاجلة. تغييرات جوية مفاجئة وأمطار وثلوج ستعرفها مناطق مختلفة في البلاد. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن إلى التفاصيل. أفاد الحسين يعابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية في تصريح خص به تلك العربي اليوم أن الطقس سيكون مستقرا بوجه عام مع أجواء باردة إلى باردة نسبيا، وتكون الجليد أو الصقيع صباحا وليلا فوق المرتفعات وفي المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع هبات رياح قوية نسبيا على الأطلس وشمال المنطقة الشرقية. وأوضح أن يوم غد الثلاثاء سيشهد تغييرات جوية مع اقتراب منخفض جوي من شمال البلاد، حيث من المتوقع هطول أمطار أو زخات رعدية معتدلة على المناطق الوسطى، سوس الأطلس، هضاب الفوسفات، السيس، الريف ومنحدرات الجنوب الشرقي. وأضاف أن زخات قوية أحيانا رعدية بمستوى يقظة برتقالي من 20 إلى 35 ملم ستشمل مناطق الحوز، إفران، خنيفرة، أزلال، بني ملال وصفر، وذلك ما بين الساعة 1 والساعة 11 مساء. وفي السياق ذاته أفاد بأن تساقطات الثلوج سيبدأ من فترة ما بعد الظهر على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط التي يتجاوز علوها 1800 متر، وفق نشرة إنذارية بمستوى يقظة برتقالي، حيث من المتوقع أن تتراوح سماكة الثلوج بين 15 و 30 سنتيمتر بكل من بني ملال، أزلال، الحوز، ورزازات، ميدلت وتنغير، وبين 10 و 15 سنتيمتر في بولمان، إفران وخنيفرة، فيما ستتراوح ما بين 2 و 8 سنتيمتر بفيجيك، تارودانت، صفرو وشيشاوا، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 18 فبراير على الساعة 3 إلى الأربعاء على الساعة 9. وأشار إلى تسجيل هبات رياح قوية إلى محليا قوية مصحوبة بزوابع رملية في الأطلس، المنطقة الشرقية، السهول الشمالية والوسطى والأقاليم الصحراوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة جنوب ووسط البلاد وارتفاع طفيف في باقي المناطق. ولفت إلى أن يوم الأربعاء سيشهد استمرار بعض الأمطار المتبقية بالشمال مع تساقط ثلجية على المرتفعات، حيث ستهم الأمطار أو الزخات الرعدية مناطق الريف، الواجهة المتوسطية، الأطلس الكبير والمتوسط، الغرب والسهول الداخلية، فيما ستستمر تساقطات الثلوج على المرتفعات وسط أجواء باردة إلى باردة نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية. ونبه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر اللازمة خصوصا في المناطق الجبلية وطرق الوعرة بسبب تساقطات الثلوج وتأثيرها المحتمل على حركة السير والتنقل. نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.